الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في قناة اونتيوب. زي ما شرحنا قبل كده ازاي نقدر نعمل بروتكشن لملف الاكسل عشان نقدر نحميه ونحمي المعادلات اللي فيه من ان هي ممكن تتمسح عن طريق الخطأ او يحصل فيها اي تغيير. تمام. طيب لو كنا عاملين بروتكت لملف الاكسل وباسورد زي كده اهو، زي ما احنا شايفين الشيت ده، لو جينا ندوس على كلمة ريفيو وجينا نختار ان بروتكت شيت، ما عملش ان بروتكت شيت على طول، لازم محتاج مننا ان احنا نعمل انسيرت للباسورد. طيب لو احنا كنا بقالنا فتره ما بنعملش انسيرت للباسورد، فطبيعي ان احنا ممكن ننسى الباسورد، او كان في موظف هو اللي عامل الباسورد والموظف ده مثلا سايب الشركه واحنا كنا شغالين على الشيت ده عادي، بس حبينا نغير في بعض القيم او بعض المعادلات فجينا نغيرها لقينا ان في باسورد. هل معنى كده ان الشيت ده خلاص باظ وهنضطر نكريت شيت جديد، ولا في طريقه؟ اكيد في طريقه. هوري لكم طريقه دلوقتي. لو جينا نكتب اول باسورد، اي باسورد، ادي الباسورد غلط. تمام. طيب ازاي نحل المشكله دي؟ اول حاجه نبص على ترتيب الشيت في ملف الاكسل. هو ترتيبه كام؟ اول حاجه في قائمه هوم هو ترتيبه التاني، ده شيت رقم 2. دي هنحتاج لها فين لما نيجي نفك الباسورد. تمام. هنقفل الشيت عادي، نعمل سيف ونيجي عند اورجانيز، نختار فولدر اند سيرش اوبشنز ونختار قائمه فيو ونلغي الصح على الهايد اكستنشنز فور نون فايل تايبس، نروح عاملين اوكي. تمام. ظهر لنا الاكستنشن بتاع فايل اكسل، هنعمل له رينيم، ومن بعد الدوت نغير في الاكستنشن بتاع فايل اكسل ونخليه ZIP وندوس اوكي. اوكي يس. نفتح الفايل، ندخل على الفولدر اكسل، فولدر ورك شيتس. هو كان الشيت رقم كام؟ الشيت كان رقم 2. نروح واخدين الشيت رقم 2 اهو، ونروح ساحبين الشيت بره. تمام. ادي شيت اهو، ونروح رايت كليك ونختار اوبن ويز نوت باد. تمام. ظهر لنا الشيت اهو بطريقه اكواد. هنعمل كنترول اف اللي هي فايند ونكتب كلمه بروتكشن، ونروح دايسين انتر فايند نيكست. ظهرت لنا كلمه بروتكشن تحت اهي. تمام. نلغي دي، قبلها في كلمة شيت وقبلها في علامة أكبر من. هنروح عامل دايسين شيفت وسهم يمين عشان نعمل سيلكت على السطر ده. هنعمل سيلكت لغاية فين؟ لغاية علامة أكبر من اللي نقفل بيها. تمام. يعني احنا عملنا سيلكت الحتة دي ونروح عامل لها ديليت. تمام. ونقفل الفايل ده ونعمل له سيف. تمام. نفتح الارشيف تاني ونروح ساحبين الشيت اللي كنا واخدينه من جوه ونرجعه مكانه تاني، حتى هنعمل له ريبليس وندوس اوكي. تمام. نقفل الفايل ده. الفايل اللي تحت ده خلاص ملوش لازمه، نمسحه ونرجع نعمل رينيم، ومن بعد الدوت نروح مغيرين في الاكستنشن بتاع الفايل نخليه XLS. ممكن عند حضراتكم يبقى الاكستنشن XLSX، بس انا اللي بشتغل عندنا XLS. تمام. ندوس اوكي يس. هنلاقيه رجع تاني الفايل اكسل. نفتح الفايل يس. زي ما حضراتكم شايفين لو جينا وقفت على قائمة ريفيو مش هنلاقي كلمة unprotected sheet وهنلاقي protected sheet، معنى كده ان الباسورد اتفك. حتى ممكن نقدر نكريت باسورد جديد. لو جينا دوسنا على protected sheet كتبنا باسورد هنلاقي في كلمة unprotected sheet ظهرت عشان احنا عملنا باسورد جديد. حتى لو جينا نعمل انسيرت لاي قيم مش هيستجيب. نتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من درس النهارده، ولو في اي حد عنده استفسار يشرفنا التعليق على الفيديو وان شاء الله هنرد عليه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تتابعوا دروسنا اول باول، ونشوف حضراتكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.